السلام عليكم ورحمة الله أيها المغاربة الأحرار، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحة والعافية. غادي نتكلموا على الفلسطيني وأولاده قلالين الأدب. غادي نتكلموا على الجعرة اللي جات للكراغلة في هذا رمضان على التراث المغربي، وكيفاش أنه العالم كيضحك عليهم، ولا شي تقرير ديال الأمم المتحدة اللي كيتكلم على الكوكايين والمخدرات الصلبة والدور ديال الجزائر في الترويج ديالها. قبل ما نبدا لا فيديو يا ريت تدعمونا بلايك، راه ما كيخليوناش هاد القناه تطلع نهائيا راهم دائما نازلين علينا بالسينيال فقط عن طريق الدعم ديالكم بلايك. غادي نقدو اننا نثبتوا ان المواضيع اللي كنديروا هي مواضيع مهمه. وشكرا. اغلبكم كيعرفوا القصه ديال الفلسطيني وبنته وولده اللي كاينين والزوجه ديالو اللي هي للاسف مغربيه، اللي كاينين بمدينه القنيطره دايرين القنوات وكي يتهجموا على المغرب والمغاربه. ماشي عاد من اليوم، راه من شحال هادي وهما عندهم هاد الشيء. كاين فيديو ديال ولده وشي وحدين جاو عندهم من فلسطين كيستهزئوا من التراث المغربي ومن سلاطين المغرب، بحيث كانوا في زيارة لواحد المعلمة تاريخية مهمة بزاف بمدينة فاس، وكانوا كيستهزئوا وكيتكلموا على ها السلطان شنو كان كيدير بالجواري، ها فين كان كيجلس الجواري، ها شنو كان كيدير، متناسي بأنه سلاطين المغرب عندهم باع كبير كبير في الدفاع على الإسلام وفي نشر الإسلام في الأندلس وفي إفريقيا. ولكن اللي عقلو في الجواري ما عندك ما دير له، اللي عقلو موسخ وعمر بالوسخ هذاك الشيء فاش كيفكر غير في الوسخ. هذا الفلسطيني من نهار جا المغرب وهو كيبكي وكيشكي وكيطلب في المغاربه عاونوني عاونوني عاونوني. ولكن ملي وقف على رجليه في المغرب وعاونوه المغرب باش جاب التركه ديالو كامله من فلسطين، بالضبط من غزه. خرجت لنا البنيه ديالو هي اخر ما جاب بنته اللي هي كتوجد باش تدخل تقرا في الجامعه المغربيه مجانا بطريقه ما فيهاش الحس ديال الادب ولا الاخلاق ولا العرفان بالجميل، وبقات كتسب في المغاربه وبلادي احسن من ديالكم والناس اللي وعلاش كتمشيو لفرنسا تخدموا وعلاش وحنا احسن منكم والعيشه تما احسن من ديالكم وغادي نوريكم وغادي نأدبكم. قليله الادب بكل ما للكلمه من معنى. طبعا المغاربه الحرار جاوبوها وانتقدوها بشده، فخرج الاب ديالها مولا عقل اللي كان كيطلب المغاربه كيرغب وكيزاوق. هاد المره خرج لنا اسيدي نافخ علينا صدرو، بقى ليه غير يصوت المغاربه وسمى المغاربه بعبيد الصهيونيه ولا عبيد الصهاينه. هما نفس المغاربه اللي شبعوه كادوات واللي وقفوا معاه حتى جاب بنته ولده وولده الاخر، وايضا اللي ملي جات بنته هداوها بالذهب هذيك بنته اللي خرجت كتحل فمها. ما غاديش نتكلم على الزوجه ديالو، فاكيد انها عايشه في الدل ودليله. ملي تخرج تسب ولاد بلادها اللي هما خوتها اللي هما غادي يكونوا هما الظهر ديالها قدام اي واحد، فهذا يعني انها دليله وعايشه في الدل وما تستاهلش انها تكون مغربيه. وإلا قلبتوا غتلقاو فيها شي عرق ديال شي كرغوليه. الكثير من الاخوه والاخوات ردوا على هذا الفلسطيني، ولكن الحرقه ديال ما يقع للمغاربه هو اننا كنرحبوا بالناس وكان نبغيوهم من قلبنا وكنعاملوهم انهم وحدين منا. ولكن المشكل انك ملي كتعامل الحتالات على انهم انسان، ملي كتعامل الرعاع على انهم شي حاجه، فشنو كيجيب لهم بالهم هما احسن منك، كيبداو يتعاملوا بتكبر. لذلك خاصك ترجعهم لبلاصتهم باش يعرفوا القدر الحقيقي ديالهم. ومني كنقول بلاصتهم كنقصد بلادهم، واللي فيه وإلا كان فيه النفس وفيه الرجوله. كيف خرجت مراته كتقول بانه الرجل، قالت للسيد في اللايف، الرجل منك
منك ومن خوك ومن باك. فإلا كان بصح فيه الرجولة، المغاربة كيطلبوا منه أنه يهز قلوعه ويهز أولاده وهذيك بنته قليلة الأدب ويمشي يعيش في غزة، ويهز أيضا هذيك الزوجة ديالو طويلة اللسان. هذا الشيء إلا كان راجل ديال بصح. أما المغاربة اللي باقيين يدخلوا عنده فالله يعطيكم العز، أما الدل راكم فيه. هذا السيد غير مرحب به بالمغرب. كنتمنى انهم المغاربه اللي كيعرفوا هذا السيد يوصلوها ليه، يقولوها ليه غير مرحب به في المغرب. صافي، بين الاصل ديالو، بين الحقيقه ديالو، يمشي في حاله، يهز علينا اولاده وقشو والزوجه ديالو حتى هي، ويمشي يعيشهم في غزه، ما يبقاش عايش بين المغاربه. المغاربه شعب مضياف ولكن ما يمكن لكش تطول عليهم لسانك. زدتي انك خرج ولدك ما كملش هذا الشيء اللي دار بنتك واللي درتي انت، ما كفاكمش. خرج ولدك يتطاول على يهود مغاربه. هادوك اليهود مغاربه اللي بالنسبه للمغاربه هما احسن منك واولى منك، هادوك راهم مغاربه ولاد البلاد، أولى وأسبق منك ب1000 درجة، وما توصلش حتى للضفر ديال يهودي مغربي، لأنه بحالو بحال المسلم المغربي عندهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات. أشنو طلع لنا حنا من القضية الفلسطينية؟ ما طلع لنا منها غير صداع الراس والمعيور باش يخرج واحد جرتيلة بحالك يعاير المغاربة في عقر بلادهم ويعاير اليهود المغاربة في بلادهم. لا مكان للحتالات في المغرب. ودابا غادي ندوزو للكراغله اللي جاهم السعر على كل ما هو مغربي، وثائقيات، البرامج ديالهم، القفاطن كيخرجوا لابسين جلالب القفاطن، ولكن العيب ماشي عليهم، العيب على اللي كيبيع ليهم هذاك الشيء، على انه كيبيعوا ليهم، كيخرجوا هما يقولوا هذا الشيء ديالنا. زيد عليها سيدي مشاو صوروا في واحد المطعم سميتو مطعم مراكش في وهران يمكن، وقال لك السيدي بانه الطنجيه ديالهم، البسطيله ديالهم، الطاجين ديالهم، السفه ديالهم، الرفيسه، كل شيء الاكل المغربي كيسميوه يعني انه ديالهم. عبيد الثقافه المغربيه كيتمنوا انهم يكونوا مغاربه. كيف قلت قبل ذلك في الملتقيات الدوليه ديال التراث، ما كيقدوش يقولوا القفطان ديالنا، ما كيقدوش يقولوا الطاجين ديالنا، ما كيقدوش يقولوا البسطيلات ديالنا، ولكن في التلفازات ديالهم اللي بوصبع فهما كيقيلوا يغنيوا فقط لاستفزاز المغاربه بان كل ما هو مغربي كينسبوه لهم فقط لأنه عندهم حدود مع المغرب، كينسبوا كل شيء لراسهم. ولكن هذا الشيء اللي كيديروا طبعا باش يضحكوا على بوصبع الإخوان العرب اكثريتهم زايرين المغرب، كيعرفوا الثقافه المغربيه، كيعرفوا ملي كيجيو للمغرب كيشوفوا الزليج بعينيهم فين ما مشاو، كيشوفوا القفطان فين ما مشاو، الاسواق عامره بالقفاطن، عامره الزناقي بالخياطه ديال القفاطن وديال الجلالب، كيشوفوا الاكل المغربي فين ما مشاو كيلقاو الاكل المغربي التقليدي، كيلقاو الطنجيه، كيلقاو البسطيله، كيلقاو الطواجن، كيلقاو. فعلى من كتكذبوا انتم؟ فقط كتجيبوا الضحك لراسكم كما ديما، وضحوكه العالم هم الكراغيل. اما على الزطله والحشيش اللي كيخرجوا يعايرونا بها، فالامم المتحده صرفقاتهم التصرفيق اللي عمرهم ما شافوه. تقرير ديال الامم المتحده بانه الجزائر هي المصدر ديال المخدرات، سواء كوكايين ولا هيروين ولا المخدرات الاخرى بحال القرقوبي وداك الشيء اللي كتغرق بها ماشي فقط أوروبا وإفريقيا، وذلك لمتاجرة الجنرالات وعلى رأسهم شنقريحة في المخدرات اللي كتجيهم من دول جنوب أمريكا ككولومبيا وغيرها من الدول. هذا تقرير ديال الأمم المتحدة، ما هو تقرير ديال قناة تلفزية، ما هو تقرير صحفي، ما حتى شي حاجة. تقرير ديال الأمم المتحدة اللي كتهم فيه العسكر الجزائري وعلى رأسهم الشنقريحة بأنهم مغرقين الدنيا بالمخدرات، سواء في
في أوروبا أو لا في إفريقيا عن طريق البوليزاريو والجماعات الإرهابية اللي كتسيرهم الجزائر وإيران. وهذا التقرير له ما بعده، فغادي يكون كلام آخر غادي نشوفوه من هنا لأكتوبر إن شاء الله. كنتمنى تخلي